لو سألتك احنا في سنة كام هتقولي بكل بساطة ان احنا في 2023. ومن وجهة نظرك ده سؤال مش محتاج اجابة لانه بديهي، بس احب اقولك ده بالنسبة لك انت وبس، لان في دول تانية احنا بالنسبة لهم لسه في سنة 2015، وده اللي حاصل في اثيوبيا واريتريا بالظبط، واللي التقويم عندهم بيختلف اختلاف تام عن التقويم الميلادي في كل دول العالم من حيث عدد الايام والشهور وتسميتها، ومتأخرين بفرق 8 سنين عن التقويم الميلادي. يعني الدنيا كلها في سنة 2023 بس هم دلوقتي لسه في سنة 2015. والسنة في إثيوبيا أو في التقويم الجعيزي أو الحبشي بتتقسم ل 13 شهر، مش 12 زي بقية الخلق. 12 شهر منهم كل شهر بيتكون من 30 يوم عادي جدا زي بقية الشهور بتاعتنا العادية، والشهر رقم 13 بيتكون من 5 أو 6 أيام على حسب السنة دي كبيسة ولا بسيطة، وبيسموها الأيام دي أيام شروق الشمس أو باللغة المحلية بجل. وبجل شهر ما بيتحسبش في أي وظيفة ولا بيدفع فيه أجور خالص ولا بيعتد بيه في السجلات الرسمية وأكنه مش موجود، ولكنه شهر مقدس بالنسبة لمسيحي إثيوبيا، خاصة أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، واللي على حسب مصادرها إن الشهر ده تم فيه تعميد المسيح عليه السلام، يعني تقريبا بعد التاريخ المعتمد بالتقويم الميلادي ب8 سنين، وبعده مباشرة بتبدأ احتفالات رأس السنة الإثيوبية الجديدة واللي بتوافق يوم 10 سبتمبر من التقويم الميلادي. التقويم الإثيوبي هو التقويم الرسمي اللي بيستخدموه بينهم وبين بعض وفخورين بيه جدا. في منهم يعرف التقويم الميلادي لكن مش بيستخدمه، ومنهم ناس ما تعرفش عنه حاجة أصلا، وخصوصا أهل القرى اللي بالنسبة لهم التقويم الحبشي هو الكل في الكل علشان يقدروا يظبطوا عليه مواعيد أعيادهم، وبيقولوا إن التقويم الحبشي مشتق من التقويم الشمسي المصري أو يعني التقويم القبطي المصري، ولكنه بيضيف يوم كبيس كل 4 سنين. والمفارقة الغريبة إن أول يوم في العام الإثيوبي بيوافق 11 سبتمبر اللي هو ذكرى الهجمات على برجين التجارة في أمريكا، الحدث ده اللي غير شكل العالم. يعني يبقى الناس متنكدة وهم بيحتفلوا براس السنة، واليوم في التقويم الحبشي منقسم بشكل متساوي تماما، يعني عدد ساعات النهار قد عدد ساعات الليل بالظبط، وبالتالي فإن لحظة الشروق الساعة 6 صباحا في أي مكان في العالم تعتبر في إثيوبيا الساعة 12 علشان تكون أول ساعة في اليوم هي بداية التوقيت الساعة 1، يعني الساعة 7 صباحا في أي دولة تانية، ولما بتغرب الشمس تكون الساعة 12، ودخول الليل من بداية الساعة 1، يعني اليوم مقسوم بالنص بالظبط. ولو أنت حد من الناس اللي بتتحسر على زمان وعلى أيام زمان وأسعار زمان، فحب أقولك تذكرة طيرانك وجواز سفرك وشد على إثيوبيا بسرعة، هتلاقيهم عايشين في زمان وهم مبسوطين جدا مع بعض. وبعد ما سمعت عن التقويم الإثيوبي تقدر تفتكر إيه اللي حصل معاك في 2015 وعايز تكرره، ولا أيامك كلها شبه بعضها؟ يا ريت تقول لنا رأيك في الكومنتات وفي التعليقات.